أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس عن وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان في سن 59 عاما. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الخبر جاء وفقا لبيان صادر عن ديوان الرئاسة. سبب وفاة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. يريد الكثيرون معرفة وفاة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وما هو سبب الوفاة، ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن سبب وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان. وفيما يلي نستعرض أبرز محطات حياة الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان. 1. ولد الشيخ هزاع في عام 1965 ونشأ وعاش في مدينة العين بإمارة أبو ظبي. 2. يعتبر الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان الابن الخامس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 3. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية، وأكمل دراساته العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة. 4. عين في جهاز أمن الدولة في عام 1988 وشغل منصب نائب رئيس الجهاز بين عامي 1988 و 1992، ثم تولى رئاسة جهاز أمن الدولة حتى عام 2006. عين مستشارا للأمن الوطني في 21 أكتوبر 2006 من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وشغل هذا المنصب حتى 15 فبراير 2016. 6. في فبراير عام 2012 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما يعين الشيخ هزاع رئيسا لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وشغل هذا المنصب حتى 28 سبتمبر 2017. 7. تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لإمارة أبو ظبي في عام 2010 بقرار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. مثلا في مارس عام 2023 أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبي مرسوما يعين الشيخ هزاع نائبا لحاكم أبو ظبي. 9. تولى منصب النائب الأول لرئيس نادي العين، والنائب الأول لرئيس هيئة الشرف، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس نادي أبو ظبي للفنون القتالية.